السلام الله عليكم خوتي وخواتاتي الزوينين، كنتمنى كاملين تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. في هذا الفيديو باغي نعاود لكم واحد القصة ديال واحد البنت. هما جوج صحابات، وحدة تزوجات والاخرى لا. هذيك اللي تزوجات كطلب من صاحبتها شي حوايج تاع السلامة، وانا غير شفت الميساجات ديالها عرفتي ضرني راسي وحق الرب الاله. تخيلوا معايا وحده تزوجات وسهل عليها الله، واخوانيه يا حسره كدير الزيف، ولات كطلب من صاحبتها الانتيم او صاحبتها اللي فحال اختها باش تنعس مع راجلها. ترى ان ترى المنكر هو هذا وحق الرب الاله. المهم سمعوا انا غنحكي لكم القصه ديالها فحال هي اللي كتحكى لكم. سلام خويا، انا سميتي يسرى من مدينه، من الاحسن بلا ما نقول لك الاسم ديالها. المهم انا عندي صاحبتي سميتها لمياء، وهاد صاحبتي عمرها ما تصاحبات مع شي واحد، ديما بوحدها وغير انا اللي صاحبتها. لمياء تزوجت ودارت العرس، وفرحنا وشطحنا وداز كل شي بخير وعلى خير. واحد النهار عرضت عليا ومشيت لعندها وقالت لي بغيت نقول لك واحد الحاجه. قلت لها مرحبا. وهي تقول لي كيف كيجيك راجلي. انا في الاول اعتبرته سؤال عادي، حيت اي بنت كتسول صاحبتها على راجلها او على خطيبها، وانا نقول لها غزال ما شاء الله عليه، خدام مزيان وبدارو بطونوبيلتو، ومازال ما حتى ما كملت هضرتي وانا نسمع بغيتك تنعسي معاه. وجاب لي الله بحال الا كنت غير كنحلم. وانا نقول لها ما سمعتكش شنو قلتي. وهي تقول لي حيدي حوايجك وارتاحي ليك، راه راجلي مسافر وبغيتك تنعسي معايا هاد الليله. وانا نقول لها كاع ما علمتيني يا صاحبتي ناري. وهي تقول لي على انا كان في خباري. المهم انا علمت ماما، وماما حتى هي خلاتني مع، هي كتعرف لمياء مزيان وداخله سوق راسها وداك الشيء. المهم بقيت مع لمياء ومشات كطيب العشاء، وانا بقيت جالسه في الصالون كنتفرج في التلفازه. وهذيك الهضره ديال بغيتك تنعسي مع راجلي بقات كدور في راسي، وكنقول الله ينعلك الشيطان. المهم بقيت كنعل الشيطان وكنخزيه. ولمياء وجدت العشاء وتعشينا، والصباح كنحل عيني كنلقى راسي في البيت ديال لمياء فوق الناموسيه، وما لابسه حتى شورت، مقزبه كامله وحدايا راجلها. بقيت كنقول ويلي شنو هاد الشي، وعرفتي كانت فيا واحد الدوخه شاداني وعيني بالسيف باش كنحلهم، وكنحس بحجري كيضرني بزاف. بقيت كنعيط لمياء لمياء فينك، عرفتي ومع كنت مخلوعه. تحل الباب ديال البيت ودخلت لمياء وكتشوف فيا بواحد الابتسامه، وانا كنشوف فيها وعويناتي مدمعين. وتقول لي صباح النور على سلامتك. وانا نقول لها شنو وقع لمياء. وهي تقول لي مبروك عليك راكي وليتي درتي دابا. وانا نقول لها اويلي شنو كتقولي يا لمياء. عرفتي والصوت ديالي كانت فيه النبره ديال البكا مخلط مع الخوف. وانا نسمع حبيبه صباح النور كيف صبحتي. دورت وجهي وانا نلقى راجلها كيشوف فيا. تما جلست للارض وانا نقول لا، غوت بواحد الجهد وبقيت كنبكي كنبكي كنبكي. وراجلها ناض خرج من البيت ولمياء حتى هي خرجت، وانا بقيت غير بوحدي. بقيت عاطيها غير البكا والغوات شي نص ساعه ديال الوقت. وواحد اللحظه وقفت على رجلي ومسحت دموعي ولبست حوايجي وتميت خارجه من البيت. نزلت مع الدروج كنلقى لمياء هي وراجلها كيفطروا في الصالون بحال ليلة حتى حاجه ما وقعات. شفت فيهم واحد الشوفه طويله، ومن بعد مشيت ديريكت للباب باش نخرج وانا نلقاه مسدود. مشيت عند لمياء وانا نقول لها بصوت بارد حلي لي الباب لمياء، حلي لي الباب عافاك. وهي تقول لي جلسي، وانا نبدا نغوت. المهم رفعت صوتي عليها وانا نقول لها حلي عليا الباب لمياء، راني قلت لك حلي عليا الباب. ونطق راجلها وهو يقول لي ما عندك فين تمشي. وانا نقول ليه اسكت انت، حسابي معاك حتى من بعد. وجبدات لمياء التليفون ديالها وخدمت واحد الفيديو وحطاته فوق الطبله. طليت عليه لقيت راسي انا وراجلها فوق الفراش بواحد الوضعيه ماشي مزيانه. هزيت التليفون في يدي وب... وبكثرة زعما ما صدمني المنظر ركابي خواو ليا، وجلست فوق الكرسي. تفرجت في الفيديو كامل ودرت يدي على فمي ودمعت.
المهم الدمعه نزلات من عيني، وانا نقول الله يا ربي الله، شنو درت لك لمياء باش ديري فيا هاد الحاله؟ غوت بجد وانا نقول وعباد الله شنو درت ليك؟ والدموع كانوا بحال شي واد هابطين على خدي، وهي تنطق وهي تقول لي بغيتي تعرفي شنو درتي؟ انا غنقول لك. وانا نقول لها شنو درت لك لمياء؟ قالت لي ما درتي والو من غير انه راجلي كيبغيك. جاوبتها وانا نقول لها لمياء واش انت حمقى؟ وهي تقول لي لا انا كنت كنعاود لك عليه بزاف، كنت كنعاود ليه عليك بزاف، وحتى الاسرار اللي بيناتنا راه في خبارو، وهذا الشيء هو اللي خلاه يبغيك وطلب مني نعطيه الموافقه باش يتزوج بك. وانا وافقت بطبيعه الحال، ولكن راه كنت عارفه باللي انت ما غاديش توافقي. داكشي باش عاود نقول لك القضيه، اختاريت انني نحط لك منوم في الكاس ديال العصير ديالك، ودابا ما عليك غير توافقي وتزوجي براجلي، حيت انت دابا ما بقيتيش بنت، وإلا ساقوا والديك الخبار ما غاديش يرحموك، وحتى الا فكرتي تمشي عند البوليس راه غادي نشوك ديال بصح، وهكا غادي تبقى حياتك كامله وانت معذبه. كلشي غادي يشوف الفيديو، وحتى واحد ما غادي يقبل يتزوج بيك ولا حتى يمشي معاك. المهم عطاتني لمياء الساروت وقالت لي القرار كيبقى في يديك، عندك نهار واحد باش تفكري وتردي عليا. المهم انا بقيت كنشوف فيها وكنقول واش نيت هذه هي صاحبتي اللي كتهضر معايا ولا شي وحده اخرى. تخربقت، ولكن حاجه وحده اللي فهمت هي راني طحت في مصيبه مع هاد الجوج حماق. واختي قبل ما نكمل القصه ديالك تا شدك عندهم؟ واش تي سقعه؟ واش تي كاع سذاجه لهاد الدرجه هادي؟ او سير انا حشمت ندعي عليك، والله الا حشمت ندعي عليك. المهم نكملوا القصه. قالت لك تخربقت، ولكن حاجه وحده اللي فهمت هي راني طحت في مصيبه مع هاد الجوج حماق وخاصني نلقى شي حل. المهم خرجت من هذيك الدار ومشيت لدارنا وحاولت ما نبينش لماما شنو وقع ليا، ومشيت بوحدي في بيتي، بقيت كنفكر في هذه المصيبه. وحاجه وحده اللي لقيت باش نخرج منها هي نوافق ولا غادي نتشوه ديال بصح. كنت كنسمع واحد الصوت في الداخل ديالي كيقول لي تزوجي به ومن بعد طلقيه، وهكا غادي تكوني سترتي راسك من هاد الفضيحه. المهم انا صونيت على لمياء وانا نقول لها انا موافقه، وقالت لي هذه هي صاحبتي اللي كنعرف. وقطعت عليها التليفون وبقيت كنسب فيها، وملي قلت لماما هاد الخبار جاها بحال شي صاعقه. المهم اخترعت قصه طويله باش نقنعها، ولكن قالت لي لا هي لا. وماما هضرات مع بابا في الموضوع، وانا كنت جلست في بيتي وعاطيها غير اللبكه، وما عقت حتى دق بابا عليا الباب ودخل وقال لي يا بنتي شنو هادشي كتقول ماماك؟ وانا نقول لك كيما سمعت يا بابا، انا غادي نتزوج براجل صاحبتي، وما بغيت حتى واحد يعترض على القرار ديالي. ترى عنيده هاد السيده يا ربي تسمح ليا. المهم بابا بقى كيشوف فيا مسكين وغير مصدوم، من بعد ما سمع هاد الهضره ما قدر ينطق بحتى شي كلمه، وخرج من البيت وسد عليا الباب. والصباح كنسمع يسرى راه الفطور وجد. اجي وانا نقول ماما غير فطروا نتوما انا ما باغاش. شويه دق الباب وعرفت غادي يكون غير بابا، وانا نقول له دخل. تحل الباب هو يدخل عندي واحد السيد ما كنعرفوش، ويقول لي اسمحي لي يا بنتي بزاف دخلت عندك البيت بلا ما نشاورك. المهم انا كنت لابسه لباس خفيف وانا نغطي راسي وانا نقول ليه شكون انت. المهم جلس فوق الناموسيه وقال لي انا سميتي امين صاحب باباك الروح بالروح، تقدري تقولي لي يا بنتي شنو وقع معاك؟ انا بقيت كنشوف فيه وعرفت باللي هذه هي الفرصه اللي غادي تنقذني من لمياء وراجلها، ولكن ما غاديش تعتقني من الشوهه اللي غادي نتشوه من بعد. ابتسمت وانا نقول ليه ما كاينه حتى حاجه من غير كنبغيه وباغا نتزوج به. واش هاد الشيء ماشي من حقي؟ بقى كيحاول باش يعرف شنو وقع معايا وانا كاع ما على بالي به. لبست حوايجي وخرجت من البيت وقلت لماما انا خارجه، وبابا حاول يحبسني ولكن قدرت نفلت منه، ومشيت ديريكت عند لمياء للدار وانا نقول لها فين هو راجلك؟ وهي تقول لي شويه غيدخل، ودخل للدار. المهم وانا نقول لها راه خاصنا نمشيو باش نديروا العقد. عرفتي ما تصوروش كيف فرحت، وجات باش تعنقني لمياء وانا ندفل عليها.
المهم واحد شويه هو يدخل، ما هو الا وقت قصير، هو يدخل راجلها وانا نقول ليه جمع كاع الوثائق اللي خاصنا باش نتزوجوا في اقرب وقت. وانا نقول لها ميا انا ما غاديش نرجع للدار، غادي نبقى معاك هنا. المهم دخلت لواحد البيت وسديت عليا البيت وحليت التليفون، كنلقى ماما صونات عليا شحال من خطره، وصيفط لها بميساج باللي انا عند لمياء وما غاديش نرجع للدار حتى توافقوا على القرار اللي انا خديت. ماما بقات كتبكي وكتقول لي عافاك بنتي رجعي للدار، راه باباك غادي توقع ليه شي حاجه. وانا ما ديتهاش فيها وقطعت التليفون. وبقيت انا وراجلها كنجمعوا في الوثائق، وكانوا خصونا شي شهود، وحتى الوالدين ديالي خاصهم يحضروا. ودازت شي 3 ايام وماما وبابا ولاو كيجيو عندي حتى للدار كيحاولوا باش نرجع معاهم، وانا اللي في راسي وما لقاوش شي حل اخر معايا من غير انهم يوافقوا. المهم تزوجت انا وراجل صاحبتي، وسكنت انا ولمياء في دار وحده. وفي ليله الدخله خليته يدخل بيا، ودوزت معاهم 15 يوم بحال ليله حتى حاجه ما واقع. كنفيق كنوجد الفطور انا ولمياء، كناكل واخا ما عندها الماكله منين دوز ليا. كنتفرجوا في التلفازه مجموعين، وانا حاجه وحده اللي كدور ليا في راسي، هي ندوز معاهم 3 شهور ومن بعد نخرج من حياتهم بالمره. وهكا هاد غادي نقدر نعتق راسي. وهذيك الساعه حتى الا الناس شافت الفيديو غادي يقولوا راه كانت مزوجه به. واخا غادي نتفضح، ولكن القليله بعدا غادي ننقص شويه من هاد الفضيحه. وما جات فين دوز 3 شهور حتى وقعت واحد الحاجه ما تصورتهاش. واحد النهار كنت ناعسه مع راجل صاحبتي في البيت ديال النعاس، كندير هذيك الحاجه اللي كيديروا اي جوج مزوجين. هو يتحل علينا الباب ديال البيت، ودخلت لمياء وسدات الباب. هو يقول لها راجله تعطلتي، مرحبا بك الزين ديالي، اجي حتى انت اجي. انا ما فهمت حتى حاجه من غير انه لمياء غادي تدخل معنا في الفراش. حيدت حوايجها وهي تبقى تبوس في راجلها كتقيس في لحمي انا. ومن بعد نقزات عليا وهي تقول لي هذه هي اللحظه اللي كنت كنتسنى شحال هذا من عام. انا بقيت غير مصدومه ومحطوطه فوق الناموسيه بحال شي صنم. خليتها دير داكشي اللي بغات حتى سالات ونعسات فوق مني، وانا نقول لها وعديني باللي غادي تمحي الفيديو. وهي تقول لي كنوعدك يا حبيبه غير بقاي معايا. المهم بقينا هكا كل نهار نفس الروتين، حتى جا النهار فاش طلبت الطلاق. وما لقيت حتى صعوبه معاهم، بالعكس عاونوني باش ناخذ الطلاق ديالي، وحتى الفيديو مسحوه قدامي. وطلبات مني لمياء السماحه وحنا في المحكمه. المهم داز على هاد الحكايه عامين، وطلب مني واحد السيد يدي للزواج خدام معايا واخا انا مطلقه، وتزوجت به ودابا عندي معاه بنيه. وكانت هذه هي قصتي في هاد الدنيا. والسلام عليكم. وقبل بغيت سمحوا لي سمحوا لي الله يرحم لكم الوالدين، وخا هادشي ما خصوش يكون وسط الفيديو. المهم قبل بغيت نقول لكم وياكم ثم وياكم ثقوا في الصحابات، حيت هاد الزمان ولات فيه الشهوه مخربقه، وداك الشيء باش خاصك تعرف مع من انت ولا انتي كتمشي. ولا وصلتي حتى لهنا دير متابعه للقناه باش دائما يوصلك الجديد. الا ما كنتيش داير متابعه للقناه، وحاول تخلي لنا الراي ديالك في القصه في التعاليق. وتحيه لاي واحد كيدير اعجاب الفيديو قبل ما يسمع القصه.